البشر مقسومين نوعين، ناس بتصحى بدري قوي، ناس بتصحى الظهر. في ناس شايفة ان الصحيان بدري قوي حاجة مبالغ فيها، حاجة متعبة. انا عن نفسي اتحولت من واحدة بتصحى الساعة 2 الظهر لواحدة بتصحى من الفجر. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعض. انا شيرين غنيم. النهاردة هحكيلكوا وهعرفكوا اهم الاسباب اللي خلتني من واحدة بتصحى الظهر الساعة 2 الظهر و3 الظهر لواحدة بتصحى من الفجر، وده فرق معايا ولا لا. يلا نشوف الاسباب مع بعض. اول حاجة هو لما انا اصحى وقت ما الشمس تطلع، ده ممكن يأثر على طاقتي طول اليوم وعلى نفسيتي ومزاجي. طبعا ده بيأثر جدا على طاقتنا، لان انت بتصحى وقت ما الشمس بتطلع اللي هي اقوى واكبر مصدر للطاقة على الارض. ده غير ان انت بتصحى وقت ما كل حاجة بتصحى، الطيور بتصحى، الدنيا كلها بتصحى، فده كمان بيخلي جسمك فيه سخونة ونشاط اكتر، وطاقتك بتكون عالية جدا، وبتبدأ يومك بطاقة عالية، طاقة ايجابية، تركيز اكتر، نشاط اكتر، ودماغك بتكون في اكتر وقت من اوقات النشاط والتركيز والابداع. انا لما ابتديت اصحى بدري ابتديت احس ان اليوم طويل قوي، ممكن اعمل فيه حاجات كتير قوي، ابتديت احس ان اليوم بيعدي ببطء. فحبيت اعرف ايه السبب. لقيت ان في دراسات بتقول ان ساعة واحدة من الصبح بدري اللي هي بعد الفجر لحد الساعة 12 الظهر بتعادل 4 ساعات من بعد الساعة 12 الظهر. انتوا متخيلين؟ ساعة واحدة equal 4 hours. غير كمان ان الصحيان بدري بيخليك تنام بدري. لقيت كمان ان في دراسات بتقول ساعة واحدة من الساعة 9 للساعة 12 بتعادل تقريبا حوالي 3-4 ساعات من النوم بعد الساعة 12 بالليل. انت كده نمت تقريبا حوالي 12 ساعة نوم لو نمت من الساعة 9 العشاء لحد الساعة 12 بالليل. فالناس اللي بتقول انا لما اصحى بدري قوي كده انا هظلم نفسي وهجلد نفسي ومش هلحق انام وهبقى صاحي تعبان ومش عارف ايه، انت لو نمت اصلا بدري انت كده هتكون نمت اكتر بكتير ما انت بتنام في الوقت العادي. انا كمان عرفت ان الوقت ده اللي هو بعد الفجر بيبقى فيه خير وبركة كتير قوي، لان الارزاق بتتوزع في الوقت ده. ودي كانت اصلا من اهم واقوى الاسباب اللي خلتني ابتدي اصحى بدري. ده خلاني احس ان اليوم فعلا بقى طويل جدا عندي، حالتي النفسية بقت احسن، ما بقتش احس ان انا مضغوطة في الوقت، مضغوطة في اليوم، مش عارفة هعمل ايه، هذاكر امتى، هخرج امتى. بقيت اعمل كل حاجة انا عايزاها في اليوم، وبقى لي وقت كمان ان انا استريح فيه واعمل كل الحاجات اللي انا نفسي اعملها ما كنتش بعرف اعملها قبل كده. هو في الاول عشان تتعودوا على الموضوع مش هيكون سهل قوي. في اول يوم، تاني يوم، اول اسبوع هيكون صعب شوية لان انت جسمك لسه بينظم الساعة البيولوجية فيه، فالموضوع مش هيكون سهل قوي. بس بعد اسبوع و2 و3 خلاص هي بقت عادة وبقت حاجة عادية جدا في حياتك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة مع بعض. اتمنى بجد من كل قلبي ان انتوا تكونوا استفدتوا فعلا وتبتدوا فعلا تصحوا بدري وتحققوا حاجات اكتر، تحققوا انجازات اكتر، وتشتغلوا وانتم مركزين اكتر، وتذاكروا وانتم مركزين اكتر. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على خير. كان معاكم شيرين غنيم في قناة مع بعض. استنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله، هنتكلم في مواضيع اكتر مع بعض.